جات لي واحدة نظيفة جدا في بيتها جدا، يعني زيادة عن اللزوم. جوزها طلقها وراح اتجوز عليها، هو ما طلقهاش، هو رمى عليها اليمين بسرعة كده، يمين واحد بس في أثناء خناقة وكده، وراح اتجوز عليها. ما طلقهاش يعني يمين واحد وخلاص، وكان ساعة خناقة كده وهي على ذمته لسه، بس راح اتجوز عليها. اتجوز عليها ليه؟ السبب ايه؟ نظيفة جدا، نظيفة جدا زي هتقولي يعني انت بتقولي بتخلي الناس ما تبقاش نظيفة، لا طبعا تبقى نظيفة ومية مية وزي الفل وكل حاجة، بس هي يعني وقتها كله، يعني وقت اليوم كله في الغسيل وفي المسح والتنفيض وفي المطبخ، وعلى طول هدومها مبلولة، وعلى طول يعني ايه نظيفة زيادة عن اللزوم. مفيش وقت تقعد تهتم بنفسها، مفيش وقت تقعد مع جوزها، مفيش وقت تخرج معاه، مفيش وقت تتكلم معاه، مفيش وقت. شايله البيت، بتغسل الحيطان، والله، غسيل 24 ساعه، مسح الشقه 3 مرات في اليوم، تنفيض سجاجيد، شيل وحط، المطبخ ليل نهار غسيل مواعين ومعرفش. لا انت نظمي نفسك، نظمي النظافة ليها وقت، ومش كل يوم هتشيلي وهتحطي. في حاجات خفيفة كل يوم تتعمل، في حاجات كل فترة ممكن تجيبي واحدة تساعدك بعد كده. في حاجات يومية غير حاجات اللي كل أسبوع، مش كل يوم وكل دقيقة. الهدوم كل كام يوم بتحطيها في الغسالة وبتسيبيها كل يومين تلاتة. حتى لو هتغسلي كل يوم عادي، انت بتشغلي برنامج الغسالة مع نفسها، هتغسلي وهتنشري، مش مجهود يعني. الأكل هتعملي أكل عادي، تبقى عارفة بتعملي ايه. لكن في ستات فعلا بتبقى مبالغة قوي في الموضوع ده، وبتبقى عايشة 24 ساعة في المطبخ وفي الحمام، بتغسل وبتنشر وبتشيل سجاجيد طول اليوم، ومسحة وغسلة وشايلة وحاطة، وبتنفض وبتشيل فرش الأنترهات وبتغسلها. في ناس كده، يعني في ناس كده دي نضيفة زيادة عن اللزوم، مرض. فجوزها كان سبب انه اتجوز عليها، هي سبب المشكلة دي. شيروا الفيديو عشان في حالات زي كده، الستات تبقى واعية وتفهم هي بتعمل ايه، عشان ما تقعش في حاجه زي كده تلاقي فجاه جوزها متجوز عليها. وتشتركوا في القناه طبعا عشان الفيديوهات كلها توصل لكم، ولا اي حبايبي؟ اكيد يعني انتوا بتكبروا القناه، والقناه بتكبر معاكم وبيكم، معاكم وبيكم. فست زي كده، الست دي يعني قايمه بواجباتها على اكمل وجه، بس هي زودتها قوي، يعني زودتها حبتين ثلاثه. يعني هي زودتها قوي حتى صحتها. يعني ايه الصحه؟ الليل نهار ما فيش واحده كده، ما فيش واحده ليل نهار شغل بيت، ليل نهار، وتشيل الانطري من هنا وتنقله هنا، والله. يعني كل كام يوم تلاقيها نقلت الانطريه هنا، السفره هنا، الاوضه هنا، وكل يوم بقى شيل وحط. والمواعين تلاقيها تقوم تقعد تغسل فيها، وتعمل اكل تاني وتغسل. طب ما انت نظمي نفسك، انت هتعملي اكل كذا النهارده، طلعي الحاجه واعمليها، اغسليها عادي كده، شغلي الغسالة عادي، هتروقي الشقة عادي، من افتحي الدنيا تتهوى كل يوم، شغلي بخور معطر، هتمسحي عادي سريعة، هتنفضي حاجة، هتعملي حاجة، الحاجات السريعة. كل اسبوع تشيلي شيلة جامدة، اذا كنت بتجيبي واحدة او ما بتجيبيش حسب ظروفك. كده يعني يبقى في نظام. لكن اللي هي 24 ساعة، طب انت هتجيبي صحة منين؟ ده انت صحتك هتخلص، يعني صحتك حتى المتبقية هتخلص وهتروح بالشيل والحط كل يوم وكل شوية. فجوزها زهق، فكان في خناقة وما بيتخانقوا، قال لها انت طالق. بس طبعا ما طلقهاش غير مرة واحدة، يعني قاعدة على ذمته عادي، واكتشفت انه اتجوز عليها، قال لها انا اتجوزت عليك. قال لها ما اللي بتعمليه، هو في وقت تقعدي معايا؟ وبعد كده ما بتخلص كل يوم الحاجات دي بتخش تنام بقى زي القتيل، يعني ما فيش حتى وقت تقعد فيه تتكلم معاه، تخرج معاه، وقت تقعد معاه عادي، تشوف نفسها، توضب نفسها، لا، بتبقى قتيل. بعد ما بتعمل بقى طبعا المهرجانات اللي في الشقة دي كلها، بتبقى قتيل. ما اكيد يعني دي مهرجانات في الشقة، يعني بتشيل الشقة كل يوم بالوضع ده. صحتها مساعدها، بس طبعا الصحة مش هتدوم بالوضع ده، فبتنام قتيل. فما بيشوفهاش، لا نايمة لا بتشتغل في البيت، فما فيش وقت. يعني مفيش الوقت اللي بيجي بتفضل شغالة لسه وتدخل تنام، فخلاص يعني كده. بيبقى طبعا ايه صعب جدا، يعني صعب ان الواحد يكمل في الوضع ده. ما هو اتجوز، هو ما عملش حاجة الراجل، ما هو عاوز زوجة معاه فما مش لاقيها، هي مش موجودة.